السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اهلا وسهلا بكم في قناتي. انا ياسمين ودي قناتي وفيديو جديد ويوم جديد. النهارده يومنا من احب الايام لقلبي، بجد بكون مبسوطه جدا في اليوم ده لان طبعا النهارده هيكون عزومتي عند حماتي. طبعا ما حبيتش ان انا اعدي اليوم كده، وحبيت ان انا اشارككم معايا. طبعا حماتي عملت عزومه لان طبعا ما كناش اتجمعنا اول يوم رمضان. ف اتجمعنا بقى النهارده، مش مشكله يعني في نص رمضان. لان هي طبعا كانت تعبانه هي وحمايه، والله يعني لسه حمايه تعبان. بس يعني هي قالت خلاص بقى احنا هنعمل العزومه ونتلم مع بعض كده ونفطر مع بعض. فزي ما انتم شايفين كده، اول حاجه عملتها طبعا انا نزلت عشان اساعدها من بدري. حشت طبعا البط بالمرتة، بصل بقى وملح وفلفل. بعد طبعا ما غسلت البط كويس جدا، وكانت نقعاه من بالليل في ميه وملح ودقيق. وطبعا ولعنا عليه كده، وهي بتحب تحط برتقان في البط كمان. فطبعا بقى بعد ما جهزناه كده غطينا عليه وسيبناه بقى يستوي براحته. وبدأنا ان احنا نجهز العصير والحلويات. اول حاجة طبعا عملناها كده قمر الدين. طبعا عصير قمر الدين انتوا عارفين بيتعمل ازاي، وانا عملته معاكم قبل كده كذا مرة في القناة. طبعا بنحطه في مية سخنة على النار، وبعد كده نضربه في الخلاط وبنحليه سكر خفيف عشان هو بيكون مسكر. بعد كده بدأت بقى ان انا اجيب الجلاش، عشان النهاردة هنعمل تحلية كنافة وجلاش. هنعمل بغاشة، مهلبية وفول. وهنعمل كنافة بالفول السوداني والزبيب والجوز. هتشوفوا معايا كده. اول حاجة طبعا عملناها، بدأنا ان احنا نسيح سمنة، وجبنا صينية كده برضو مدهونة سمنة. وحماتي بقى ايه قعدت تعمل الكنافة عشان هي بصراحة استاذة فيها. فجابت كده كنافة شعر، يعني بتكون طويلة كده مش مقصقصة. وبدأت ان هي تدهنها رشة سمنة، وتحط بقى فول وزبيب يعني بالطول كله، مش مثلا في جنب واحد. لا، حطت فول على على الكنافة كلها من الاول للاخر. وبدأت بقى ان هي تبرمها. طبعا بتبرمها مدورة كده. وممكن ان هي برضو تتلف يعني تبقى حلزونة، بس هي طبعا قالت لي انا مش قادرة بصراحة ان انا اعمل الحلزونة دي. فهي فضلت ان هي تعمل النهاردة اللي هي المبرومة دي. بدأت بقى ان هي زي ما انتوا شايفين كده تلم الكنافة على بعضها وتبرم بالشكل ده كده زي ما انتوا شايفين. طبعا طريقتها سهلة جدا جدا يعني، والنتيجة بتاعتها في الاخر بتكون حلوة جدا. طبعا لو في اي كنافة زيادة او حاجة، هي بتشيلها كده بالشكل ده. بتبدأ بقى ان هي ترص الجزء اللي هو مفتوح بيكون من تحت في الصينية كده بالشكل ده. بعد كده بدأت برضو تجيب قطعة تانية. طبعا انا قلت لها نشيل الزبيب ده، بس هي قالت لي في الاخر لما نخلص خالص لو في زبيب او اي حاجة ظاهرة كده نبقى نشيلها. آه طبعا مش لازم ان احنا نسيب الزبيب باين، لان لما بيدخل الفرن بيسخن وبيفرقع. ويفضل كمان ان احنا ما نستخدمش زبيب خالص، بس هي علشان الخلطة عندها عاملة فول على زبيب على جوز على سكر على زي ما انتم شايفين اللي هي الخلطة بتاعت المكسرات دي. فما عرفتش ان هي تشيل الزبيب. انما احنا لو طبعا يعني عايزين نعمل صح مظبوط، فول سوداني، بس فول سوداني مجروش، وعليه مثلا شوية جوز هند لو تحبوا، وشوية سكر بودرة، وشوية عسل، عشان نقلب بقى الخلطة في بعضها فتمسك في بعضها وتلزق وما تفرفطش مننا. بدأت بقى ان هي تعمل برضو قطعة تانية كده، وبرضو انا ما كنتش عارفة اصور لكم قوي يعني، لان ايه يا حماتي قاعدة براحتها ومشمرة بقى دراعاتها، فالحقيقة ما كنتش عارفة اصور قوي. بس على قد ما قدرت حاولت ان انا اجيب لكم المفيد، يعني الطريقة المفيدة. بدأت كده تسقسق سمنة زي ما انتم شايفين كده الكنافة، وبعدين بدأت ان هي تجيب الخلطة. طبعا هي كانت نسيت تضيف الشربات. فانا لما لفيت، لان انا طبعا كنت بجهز بقى الجلاش والمهلبية وكده، قلت لها ان ناقص ان احنا نحط الشربات. فبدأت ان هي بقى تحط الشربات بعد كده، وتقلب في الخلطة علشان تمسك في بعضها وما تبقاش مفرفطة وتقع كده من الكنافة. وكده زي ما انتم شايفين بدأت بقى ان هي تلف اللفة التانية. هي اسمها كنافة مبرومة. لان طبعا في كنافة اساور اللي هي بتبقى صغيرة دي، وفي كنافة بالمهلبية اللي بتبقى صينية. فالكنافة يعني ليها طرق كتير جدا. بس الحقيقة احنا بنحب اللي بالفول السوداني دي جدا جدا، بيكون طعمها حلو قوي.
طبعا بدأت بقى انا كمان اجهز الجلاش بتاعي. جبت طبعا لفة الجلاش، بدأت ان انا اقسمها كده بالطول، وبدأت بقى ان انا احشيها بالمهلبية. طبعا عشان ما اطولش عليكم الفيديو، انا حشيت الصينية دي كلها بالمهلبية. يعني بدأت بقى ان انا احط كده، ادهن طبعا بين الطبقات سمنة، واحط مهلبية وابرم، وفي الاخر دهنت الجلاش من فوق سمنة. وبرده عملت صينية بالفول السوداني والمكسرات بالشكل ده كده، بس صغرت الصوابع شوية ودهنتها برضو سمنة. والكنافة كانت حماتي طبعا خلصتها وعملت الصينية الصغنونة الحلوة دي، وبدأنا برضو ان احنا نرش عليها سمنة. وطبعا شغلت الفرن على درجة حرارة 180، وبدأت احط الصواني بتاعتي دي كلها في الفرن. بعد ما خدت لون كده من تحت وبدأت ان هي خلاص تستوي من تحت، بدأت بقى ان انا اشغل لها الشواية. طفيت الفرن من تحت واشغل الشواية قيمة مثلا 5 دقايق 7 دقايق، لغاية ما خدت لون من فوق وبقت بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا ده. طبعا ما بسيبش الفرن شغال من تحت عشان ما تتحرقش مني. اول بس ما تاخد اللون الذهبي بفصل الفرن من تحت واشغل الشوايه. وبصراحه عايزه اقول لكم ان كانت تحفه. طبعا اول ما خرجت من الفرن سخنه، كنا احنا عاملين الشربات وسايبينه بارد، شربات تقيل، وبدانا ان احنا نسقي البغاشه بتاعتنا والكنافه وهي سخنه. سقيت طبعا البغاشه بالمهلبيه، وسقيت كمان البقلاوه بالمكسرات والفول السوداني، وسقينا الكنافة التحفة اللي انتوا شايفينها بالشكل ده كده. كده نكون جهزنا عندنا الحلويات، وزي ما انتوا شفتوا معايا البط كمان على النار. يبقى كده لسه الخضار ولسه الرز، ونكون كده خلصنا السفرة بتاعت النهاردة، وكمان هنعمل بفتيك. فطبعا حماتي علشان البفتيك لسه جاي النهاردة، يعني مثلا هي قالت عايزة تعمل بفتيك، فزوجي راح جابهولها يومها، ما جابهولهاش قبلها بيوم، لان طبعا اللي بيشتري لها طلبات البيت زوجي. فما عرفتش ان هي تتبله، فسلقته وبعدين هتحمره. هنا حبيت اوريكم البسله. طبعا ولعنا بقى على البسله الطريقه العاديه المعتاده، بصله صفرناها على النار، بعد كده نزلنا بالبسله خدناها تشويحتين كده، وبعدين حطينا عليها شويه ميه ملح فلفل، سيبناها تتسلق شويه، وضفنا عليها الطماطم، وحطينا بقى الملح والفلفل بتاعنا. ده كده شكل الشوربه. وحماتي كانت ولعت على الرز، طبخت الرز وخلصت البسله وحمرت البفتيك. طبعا زي ما قلت لكم البفتيك هي سلقته في ميه وبصل وملح وفلفل وبهارات، وبعدين شالته صفيته، وبعد كده حطيته في بيض. وطبعا لو تحبوا بقى ان انتوا تضيفوا بيض وبقسماط مفيش مشكله، بس هي الحقيقه حطيته في بيض كده سريع سريع وحمرته. ودي السفره بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين، السفره المتواضعه. احب جدا دايما ان انا اقول على السفره بتاعتنا متواضعه. ربنا يا رب كده يجعلنا من الناس المتواضعين الحامدين الشاكرين. حبينا كده بس ان انا يعني اوريكم شكل السفرة. طبعا البط زي ما انتوا شايفين، والبسلة جاهزة بالشكل ده. طبعا حطينا بقى قدام كل واحد طبق كده، وزعناهم على السفرة. الكنافة، العصير، الرز المخلل، البفتيك زي ما انتوا شايفين كده معايا. الشوربة طبعا شوربة البط اللي عايزة اقول لكم كان طعمها تحفة تحفة تحفة. يعني عايزة اقول لكم ان البرتقان بيدي طعم تحفة، بيضيع الزفارة وبيدي طعم للشوربة جميل جدا. عندنا كده زي ما انتوا شايفين معايا البغاشة بقى اللي هي بالمهلبية، والبقلاوة اللي بالفول السوداني، وعصير قمر الدين، وكمان كان فيه بيبسي. بس الحقيقة احنا قلنا بعد الفطار نبقى نشرب بيبسي بقى، نهضم كده بعد الفطار. وكده شكل السفرة بتاعتنا. والرز كمان حماتي ضافت عليه زبيب في الاخر خالص. طبعا هي طبخت الرز بشوربة البط، وبعد ما الرز خلص خالص بدأت ان هي تحط شوية زبيب كده وتقلبهم مع الرز. وكده دي السفرة بتاعتنا، وده الفطار بتاعنا بتاع النهاردة. وطبعا زي ما قلت لكم بحب جدا اليوم ده، لان بتبقى العيله متجمعه فيه، بيبقى فيه موده كده بينا ومشاعر لطيفه قوي. بتبقى العيله كلها ملمومه، ولاد العيله كلهم ملمومين، ولادي ولاد سلفي ولاد عمتي، الولاد كلهم. وبيكون يوم جميل جدا جدا، يعني بيحسسنا كده بالعيله وبالاسره واللمه الواحده. وعايزه اقول لكم ان الفطار فعلا مع اللمه بيكون له طعم تاني خالص. زي ما انتوا شايفين بعد الفطار بقى، بعد ما خلصنا الفطار
طبعا ما سبتش حماتي خالص، لان طبعا ما ينفعش بعد كل دوت اسيبها واطلع البيت عندي. فلميت معاها طبعا السفرة، وبدأت بقى ان انا اغسل كده السفرة مكاننا، طبعا مكان ما احنا فطرنا. وطبعا نظفت لها الارض، كنست لها الارض. وكمان وقفت معاها ساعدتها شوية في لم المواعين وغسيل المواعين. وسبت لها بس الحقيقة يعني كان في بس شوية رز كده على الأرض، قعدت أدور على الجاروف. ما كنتش لاقياه خالص، يعني قعدت اقول لها انا عايزه الجاروف عشان الم الرز، لان انا بصراحه بحب اكنس عند حماتي تحت بالمقشه. بكنس طبعا الجزء اللي هو بتاع السفرة اللي احنا اكلنا حواليه، عشان لو في رز العيال فتفتوا حاجة وقعوا حاجة. فبدأت بقى ان انا اكنس كده بالمقشة، فلميت كل الرز وكل العفش وكل حاجة، عايزة بقى المها بالجاروف. قعدت ادور على الجاروف الحقيقة ان انا ما لقيتوش. فقلت لها خلاص انا هشد المكنسة واشفط بالمكنسة. حلفت عليا لا والله انت تعبتي، انت واقفة معايا من بدري. فعلا انا نازله لها ساعة صلاة الظهر، ووقفت معاها لغاية لما خلصنا الأكل وجهزنا السفرة وخلصنا ولميت ونضفت كل حاجة. وقالت لي بقى خلاص كفاية عليكي كده، اطلعي بقى تشطفي وغيري وارتاحي، وكتر ألف خيرك وكل سنة وانتم طيبين، وربنا يا رب كده يديم علينا لمتنا. وشوية كلام حلو من اللي هي يعني دايما بتحب تقوله. طبعا أنا عايزة اقول لكم ان انا معاملتي مع حماتي يعني معاملة خاصة جدا. الحمد لله الحمد لله، هي بتحبني جدا وانا كمان بحبها وبعملها زي امي بالظبط. ففي بينا كده يعني ود كده ومحبة. وربنا يا رب يديم المحبة. بعد بقى ما خلصت خلاص وكنست ولميت زي ما قلت لكم، فرشت لها بقى السفرة وحطيت فازة الورد بالشكل ده كده. ولميت الكراسي بقى علشان كنت اخده كراسي من سفرة المطبخ وكراسي من الصالة. فرجعت بقى كل حاجة مكانها ونظفت الدنيا كده. وهي بقى قالت لي انا هشفط شوية الرز بالمكنسة وما تتعبيش نفسك خالص وكتر خيرك. وطلعت بقى خدت الشاور بتاعي وغيرت لولادي. وعايزه اقول لكم يعني بجد كان يوم جميل جدا جدا. ربنا يا رب كده يديم علينا لمتنا ونفضل دايما متجمعين. وكده يكون يومنا خلص. زي ما انتم شايفين خلت لها الارض بتبرق، يعني السجاد فل. يعني الحمد لله الحمد لله يا رب كده يديم علينا الصحة والعافية والمحبة دايما. بكده يومنا النهاردة يكون خلص. اتمنى يا رب تكونوا استمتعتوا معايا. عارفة ان الفيديو النهاردة مش طويل، بس الحقيقة يعني حبيت كده ان انا اشارككم يومي، عشان اتعودت ان انا كل يوم بنزل لكم الفيديو بتاعي زي ما هو، بدون اي تجميل بدون اي حاجة، على الطبيعة. يا رب تكونوا استمتعتوا معايا النهاردة واستفدتوا ولو بمعلومة بسيطة. استنوني ان شاء الله بإذن الله في يوم جديد وفيديو جديد، واشوفكم على خير. وما تنسوش تكتبوا لي رأيكم في الكومنتات، ولو لسه ما اشتركتوش في القناة اتمنى انكم تشتركوا وتدعموني بلايك وكومنت حلو. واشوفكم على خير ومع الف سلامة.